النهارده يوم من احلى الايام، انه فرصه ان انا التقي بمجموعه كبيره من اولادي في التلفزيون، واشقائي في التلفزيون، وزملائي في التلفزيون. انا واحده من الناس اللي طلعت من باب الكليه على التلفزيون، وخرجت من باب التلفزيون على المعاش. يعني تقريبا 3/4 عمر التلفزيون انا فيه. اشتغلت في القناه الاولى، واشتغلت في القناه الثانيه، واشتغلت في القناه الثالثه. اشتغلت اول ما رحت في القناة التانية مع مدام همة مصطفى، كانت رئيسة القناة التانية واختارتني. وانا طبعا ما كنتش لسه اعرف، كنت اعرفها على الشاشة بس في نشرات الاخبار، لكن هي كانت عارفاني من ايام الامتحانات بتاعة التلفزيون. 4 اشهر قعدنا نمتحن للتلفزيون، فكنا كل اسبوع بنروح. تقول لي كل ما اشوفك افرح انك نجحت، اقول انا وراها البنت دي. ما كانتش تعرف، بس بعد كده فعلا كانت ام تانية ليا في التلفزيون. اتنقلت القناة الأولى، خدتني مذيعة بقى في القناة الأولى، قعدت فترة طويلة قوي. قعدت فترات من أجمل الفترات وأجمل فترات التعلم، وعملت دراسات عليا وأنا في التلفزيون. عملت الترجمة الفورية وأنا في التلفزيون، وعملت ماجستير إعلام وأنا في التلفزيون، له فضل عليا. كانت أول دراسات عليا لكلية الإعلام في جامعة القاهرة. وبعد كده بقيت رئيسة القناة الثالثة. لما رحنا القناة الثالثة كانت قناة محلية بقى، ابتدينا نعيش مع القاهرة. كان فعلا كنا بنشتغل، وكانت يعني احنا كنا كبرنا، وجالنا جيل من الشباب من كليات الإعلام وكليات الأخرى. كان معانا الطبيب ومعانا المهندس ومعانا الإعلامي ومعانا، وما بنساهمش وهم ما بينسونيش. كل سنة وانتوا طيبين وانتوا سعداء، وانتوا قدوة وهتظلوا قدوة طول عمركم.